انا عشان برضو ستيل كابراهيم انا واقف في معضله اللي هو ايه، مش قادر برضو ادرك ابعاد الموضوع قوي، فبدات اذاكر ايه بقى، حاجات اللي ليها علاقه بالبشر. خرجت تماما من جزء السايبر سيكيورتي بقى، وبدات اقرا كتاب مثلا، كان في كتاب برضو عن فكره اللي هو الايه، فكره اسمه ذا كلتشر او اسمه حاجه ورك كلتشر، مش متذكر اسمه والله للامانه، بس كان الكتاب بيتكلم عن ثقافه العمل في بيئه عمل انترناشونال، مالتي ناشونال، ناس كتيره من انت بتتكلم بثقافات مختلفه ودول مختلفه، تتعامل مع الناس دي ازاي. في حاجات تانية بقى بدات تديني تنور لي حاجات انا ما كنتش شايفها، كورسات عاديه انت ممكن تلاقيها على يوديمي، ممكن تلاقيها حتى على اليوتيوب، والله على كل حاجه بتتكلم عن البيرسونال سكيلز، ازاي تدي فيدباك. يعني مثلا انا اشتغلت معاك في مشروع، جيت انت بعد المشروع سالتني ها ايه رايك في شغلي، انت زي الزفت، ايه الزفت اللي انت مطلعه ده. لا بعد كده بدات استوعب بقى ان في حاجه اسمها الساندوتش تكنيك، لو انا عايز اقول له كلام ابن تيت هبدا له بكلام حلو، والله انا عاجبني ان انت بتجتهد وبتحاول جدا، بس للاسف المشروع طلع سيء وكان في كذا غلط، انت عملته كذا غلط وعملته كذا غلط، وبعدين تختمه برضو ايه بكلام حلو اللي هو ايه، فانا شايف منك اوريدي بتطور نفسك، فانا شايف ان دي ليرنينج اوبورتونيتي لطيفه جدا وهتتعلم. تحط له الكلام جميل في الاول، تحشي في النص كل الزفت اللي انت عايز تحشيه الساندوتش تكنيك، وبعدين تختم بكلام جميل، تلاقي الناس بقت بتتقبل الموضوع افضل. في ناس تانية بقى بثقافة تانية هي باترنز تبدأ تبنيها، يعني في ناس تانية تحب لا اديني المعلومة في وشي، ما تجمليش الكلام، ما تلفش وتدور، ما تجمليش الكلام، ادالي في وشي على طول. الالمان دول اكيد، والهولنديين والالمان يحب تديله المعلومه، يقول لك يعني بي دايركت، خلاص ادالي في وشي انا هتقبلها. أيوه. على العكس لا، كل الثقافه مثلا اللي زينا، مش بس احنا، يعني الايطاليين والاسبان مثلا زينا ما يتقبلش المعلومه اللي قلتها له بشكل مباشر، ياخدها ان انت شخص اجريسيف، خلاص انا هجمل لك الكلام وادالك بالساندوتش تكنيك وبتاع. فالحاجات دي ما بتتعلمهاش غير في بيئه عمل انترناشونال.